السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله. مرحبا بكم حبيباتي في قناتكم خياطة أم ماهر. اليوم جبت لكم موديل جديد يصلح للأعراس ويصلح أيضا في قنادر تاع القطيفة. المهم تفهموا الفكرة. كما قاعدين تشوفوا عندي قماش هذا تاع الجيلاتين، يعني لازم تختاروا النوع الجيد، يعني اللي ما يطيحش كامل ويفرغ من التول تاعو. الأسعار تاعو تختلف. لهنا عندي هذا القماش، تلقاو فيه عده الوان، كاين اللي ملون يعني فيه عده الوان، كاين اللي تلقاوه هكا دوغي ارجونتي، تختاروا اللون اللي يخرج على القماش تاعكم. لنا راح ندير موديل، يعني راح نرشم رشمات بهذا القماش تاع الجيلاتين، عوضا على انه نشري الكافيار والجيلاتين. يعني لهنا هذا ماشي كافيار قاعد كيما البغيون بشكل كبير. اول حاجه ديروها هو انه تحطوا القماش تاعكم في الكونجيلاتور، نعم في الكونجيلاتور، باش ما يبقاش يطيح من بعده. ايضا كاينه طريقه اخرى، هي انكم تستعملوا سبراي تاع الشعر او مثبت الشعر او لالاك، يعني وترشوه على القماش قبل ما تخدموا به. لهنا عندي القندوره راهي مخيطه ديجا. انا لهنا نختصر لكم في الفكره، يعني الخياطه سهله وتناولناها عده مرات، فقط نسجفوا القندوره تاعنا مليح، نخيطوها، نحدوها، نديروا لها سورجي. كي تفيني القندوره تاعك ترجعي للمرحله المواليه والمهمه اللي راح نقوموا بها مع بعض. لهنا بعد ما نحط القندوره تاعي لهنا، اول حاجه نديرها كما هنا قاعدين تشوفوا درت السنسور، لانه القندوره تجي شويه سيغ طاي، يعني لازم لها سنسور من الجانب او من الخلف، يعني طريقه ترجع يعني اختياريه. في الجانب دائما نخليو شويه الزائد كما مالفين، لانه قدر القياسات تختلف من امراه الى اخرى، او تقدر وحده تجيها ضيقه زايده ناقصه، يعني نقدروا نعدلوا فيها قبل ما نبداو نخدموا في هذه الطريقه. اول حاجه عفوا اللي نحتاجها هي ليستخاص. لهنا انا استعملت ليستخاص 3 دي حرين، يعني ما يفسدوش وما يزرقوش باذن الله. راح نستعمل لهنا نوعين من اللصق. النوع الاول راح نلصق به هذا، راح نلصق به ليست خاص، لانه يعني قوي على هذا. هذا سبيسيال كي رحت نشري، هو قال لي سبيسيال ليست خاص. انا لهنا يعني شريت التيوب الصغير، لانه راح نستعملوا فقط ليست خاص، اما التيوب الكبير تقدروا تستعملوه للقطعه ولهذا القماش تاع الجيلاتين. اول حاجه راح نقوم بها هي انه نحدد الرقبه تاع القندوره تاعي، تاع الامام وتاع الخلف، ولي مونش راح ندير فيهم ليست خاص. من بعد راح نروح نخدم الاشكال تاعي، يعني تقدروا تخيروا اي اشكال، تقدروا ايضا تيليشارجيو الاشكال من الانترنت وتعاودوا. بالنسبه للاشكال كيفاش تخدموهم، طريقه سهله جدا جدا. لهنا تجيبوا الفيزلين او ورقه كما تحبوا، وديروا الشكل اللي تحبوه. كما انا كما شفتوا راني رسمت شكل ورده، يعني جانبيه او رباعيه. ديروا يعني شكل اللي تحبوا قلوب، تحبوا ديروا فراشات، تحبوا ديروا نجمه، تحبوا ديروا اي اشكال تشوفوهم مناسبين. يعني كاين عده اشكال، وتجربوا كي تلقاو الشكل اللي تلقاوه مناسب او يخرج عليكم. راح نجيبوا هذا الشكل في الفيزلين كما قاعدين تشوفوا، يعني حنستعملوا كباترون، ونروح نقلب القماش على الظهر. اكيد مانيش حنرسم على الجهه الاماميه، راح نقلب القماش بهذه الطريقه باش يمشي لي فيه الستيلو. ونروح نحدد بالقلم، انا عندي هنا قلم اسود، نحدد يعني عده اشكال، يعني اون فوا بور توت نرسم. انا رسمت تقريبا في كل القماش، نرسم. من بعد نحاول اني انقص هذه الاشكال، يعني نوفر الكميه المناسبه، يعني نوفر يعني بالزايد، باش من بعد كي نعود نخدم ما نبقاش نرجع لهاد العمليه لاني نقص، يعني نقص بكثره ومن بعد نستعملهم باستعمال المقص تاع الفينيسيون. هادو هما الاشكال اللي تحصلت عليهم بعد القص كما قاعدين تشوفوا فيهم. يعني تقدروا ديروا اي اشكال تخرج عليكم. انا لهنا خيرت هذا الشكل، وراح يخرج باذن الله موديل قمه في الروعه. كما قاعدين تشوفوا يلمع بزاف في الاضاءه.
مليح، يعني يخرج للاعراس موديل قمه. وايضا يعني السعر تاعو راح يكون موان شير على اسعار تاع القنادر تاع القطعه. لهنا انا نعت لكم الطريقه راح تستعملوها، وتقدروا ايضا ديروهم في قنادر تاع القطيفه، القنادر تاع الدار، يعني مش راح ديروا الدفار من الاسفل فقط. راح نروحوا الان لطريقه التلصيق وكيفاش نركبوا هاد الموتيفات. اول حاجه انا الموتيف هذا علاه استعملته، لانه راح يخرج لي مناسب لشكل الرقبه تاعي، لانه كاين اشكال اخرى ما راحش تخرج لي على شكل الرقبه. كي تعود الرقبه تاعك دائريه او في او ما فيهاش هاد المثلثات، راح تقدري تستعملي، راح تكون عندك حريه اكثر في الاشكال اللي راح تخيريها. لهنا انا راح نجرب اول حاجه، ديما نقول لكم لازم اول حاجه قبل ما نستعملوا اللاصق نجربوا الاشكال كيفاش راح نحطوهم، كيفاش راح نوضعوهم، من بعد نستعمل اللاصق تاعي وانايا متاكده من الشكل النهائي. لهنا انا حنستعمل هاد 6 اشكال، وراح نستعمل هاد اللاصق بهذه الطريقه. راح نهز يعني نهز فقط القطعه اللي راح نلصقها من مكانها بهذه الطريقه، ونحاول ان نحط اللاصق في الحواف تماما باش من بعد ما يجيونيش، يعني ما يتكمشوش وما يطبزوش من يعني ما يفسدش الشكل تاعهم. راح نحاول نحط في الحواف، وايضا ما نحطش بزاف باش ما يخرجليش اللاصق على برا وتفسد لي القندوره تاعي، لانه هذا اللاصق يعني ما يطيرش، ما كانش يعني طريقه انه نحيوها به. ايضا في هذيك الريشه اللي نزعتها راح نحط ايضا اللاصق باش ما تبقاش تتحرك لي، ونروح نبلاسيه بهذه الطريقه في المكان تاعو بالضبط. هذا هو المغزى، انه اللي ما نهزش الاشكال من مكانها باش نعرف وين راح نحط كل شكل في مكانه. عندي هذا لي مونش لصقتهم من قبل كما قاعدين تشوفوا، ما يتحركوش ويلصقوا بطريقه جيده جدا جدا. الان واش راح نديرو بعد ما لصقنا لي موتيف تاعنا تاع الجيلاتين؟ راح نروحوا الان نحدوا، يعني هاد الطريقه تقدروا تستعملوها قبل ما تحطوا ايضا الاشكال. راح نروحوا نحطوا 2 تور من لي ستراس تاعنا، راح نروحوا نحطوا اللصقه بهذه الطريقه. في نفس الوقت نحطوا يعني كميه مناسبه، وفي نفس الوقت ما نكثروش باش ما يخرجوا لناش الزوائد من الجانب. انا لهنا درت خطين في كل جهه، نفس الطريقه نستعملها مع الرقبه تاع الامام وتاع الخلف وفي لي مونش ايضا، لانه هنا عندي لي ستراس تاعي من النوع الرقيق، يعني كما نعرفوا لي ستراس بالارقام 8 10 12 14 16، يعني كل واحد والنوع تاعو. المهم انه تشريو من النوع المناسب، يعني النوع المليح اللي يكون حر وما يفسدش وما يزرقش مع الوقت. لهنا بعد ما نكون حددت الرقبه تاعي تاع الامام وتاع الخلف، راح نروح الاشكال اللي راح نديرها الان هي عباره عن عروق او يعني خطوط منحنيه، راح نستعمل فيهم لي ستراس، يعني راح نرسم ديريكتومون باللاصق، يعني ما نضطرش اني نروح نرسم بستيلو او قلم ومن بعد نعاود ندير لي ستراس. لهنا يعني لازم تكون عندكم لاما وتحاولوا تخدموا بدقه وبسرعه، وما تخليوش اللاصق تاعكم يقيس لكم القماش باش ما تفسدوش العمل تاعكم وتجي الحاجه نظيفه او مخدومه مليح. لهنا راح نلصق، يعني نحط لي ستراس فوق اللاصق اللي رسمت به ونضغط بطريقه التربيط، يعني بطريقه يعني بسيطه باش تحكم لي هذيك لي ستراس في اللاصق. بالنسبه للنهايات تاع لي ستراس راح نحط هذوك الريشات اللي نحيتهم من منتصف الوردات، يعني ما رحت شرميتهم، نستعملهم اكيد راح يديروا لي يعني لمسه وجي عندي جمال اكثر للغوب او القندوره تاعي. نكمل بهذه الطريقه، نوضع هذوك الريشات في كامل الخطوط، نهايات الخطوط اللي راح نرسمهم بليستخاس، نلصقهم جيدا، يعني نحط لهم كميه مناسبه من اللاصق ونلصقهم، ونكمل الاشكال تاعي بهذه الطريقه. نكمل ايضا الرقبه تاع الخلف تاع الامام، نكمل الدفار ايضا تقدروا ديروا له اي شكل تحبوه. انا راح نعتلكم كيفاش خدمته من الاسفل. كي نكملوا بعد ما نكملوا اكيد راح نرشوهم بالاحجار. انا لهنا شريت هادو الاحجار
بلونين، اللون الدوغي واللون الاحمر كما قاعدين تشوفوا. يعني نشريو كميه مناسبه، بما انها قندوره تاع المناسبات لازم نكثروا لها الاحجار وتجي يعني تلمع بصوره افضل. يعني الاحجار راح يزيدوها جمال. هذا الشكل تاع الرقبه تاع الامام، يعني جا باهي باهي بزاف. بالنسبه للدفار شوفوا كيفاش درتو يعني بطريقه جانبيه، طالع بالجانب. نبداو من الاسفل ونبداو نقصوا الحبات حتى نطلعوا الفوق، ونحاولوا نديروا هذوك الخطوط والريشات كما خدمنا في الرقبه تاع الامام. بالنسبه للرقبه تاع الخلف هي نفسها تاع الامام، يعني درت نفس الشكل لانها مفصله بنفس الشكل ونفس القياسات، فقط نوعت في الدفار تاع الاسفل تاع القندوره. لهنا بعد ما درت لها الاحجار جات باهيه 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 بزاف. يعني تحيه لمولاتها، هي مشتركه معنا في القناه، سعاد. نتمنى تلبسي بالصحه وبالهنا، يعني زبونه ومشتركه، يعني زبونه في القمه، قمه في التربيه وفي الاخلاق. نحييها ونحيي جميع الزبونات تاعي والمشتركاتي في القناه. نحبكم بزاف، بفضلكم مستمره هذه القناه ونجحت والحمد لله. ما تنساوش باش تستمر القناه ونشر لكم فيديوهات اكثر. ادعموني بالجيم والكومنتير والبارطاج ايضا. نحبكم بزاف، انتظروني في موديلات اخرى باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.